انا جوزي اتجوز عليا وحبها جدا، وقال لي من البداية ان ناوي يرتبط بيها. حصلت مشاكل كتيرة عشان ابعده عنها، وكلمت البنت وقالت لي مش هتكلمه، لكن هو اللي كان بيدور عليها. وفي الاخر قال لي انا هتجوزها، لو عايزة تكملي كملي. وكل الناس حواليا نصحوني اوافق عشان ولادي، وقالوا انه هيرجع لي بعد فترة. وفعلا سبته يتجوز. مع الوقت اتأكدت ان حبه ليها كبير، وانه مستحيل يبعد عنها. حصلت مشاكل بينا، وقال لي كل حاجة كانت قدامك وانا ما كدبتش عليكي، وانتي وافقتي تكملي، وانا مش مقصر لا معاكي ولا مع الاولاد. حاولت اقرب منه واهتم بيه، بس عمري ما حسيت انه معايا. كنت تعبانة وما يسألش، اروح للدكتور وما يهتمش يعرف حصل ايه. وفي نفس الوقت اعرف ان التانية ما بيخلاش تطلع لوحدها، وبيروح معاها اي مكان وبيسأل عليها طول الوقت. حتى علاقتنا بقت على فترات، ولما بتحصل بحسه بيعمل واجب وخلاص. احد قرايبي شافه معاها في النادي، وانا كنت بطلب منه نخرج وهو يقول شغل. ولما الاولاد طلبوا يخرجوا قال لاخته تروح هي معانا لانه مشغول، وبرضه سايبني وراحوا خرجوا هو وهي وقبلها بفترة. انا تعبانة، مشكلتي ان حاسة ان قلبه مش معايا وانه بيشوفني بس ام ولاده. عملت كل حاجة، اهتمام زائد واهمال، ولا حس باي تغيير. حاسة اني بعيش مع حد روحه مش معايا، وعمري بيضيع، وخايفة اوصل لمرحلة اذى نفسي او اتعب اكتر وولادي يخسروني. قولولي اعمل ايه؟